أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. فرحة ما بعدها فرحة، مبروك لأشبال الأطلس، مبروك علينا. في إنجاز تاريخي جديد، خطف المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بطاقة العبور إلى الدور الموالي من منافسات كأس العالم المقامة في دولة قطر، بعد مباراة مثيرة جمعته المنتخب الأمريكي وانتهت بهدف لمثله في وقت أصلي. المنتخب المغربي وبقيادة المدرب نبيل باها قدم واحدة من أقوى مبارياته في البطولة، حيث ظهر اللاعبون بقتالية عارية وروح جماعية كبيرة. وبعد شوطين من الندية والصراع التكتيكي، تمكن أشبال الأطلس من تسجيل هدف التعادل والحفاظ على توازنهم حتى صافرة النهاية. وفي لحظة أعصاب وتاريخ، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وهناك أثبت الحارس المغربي بولعروش تفوقه الكبير بتصد حاسم منح الأفضلية للأسود الصغار. كما تألق اللاعبون في تنفيذ ضرباتهم بثبات وثقة، ليخرج المنتخب المغربي منتصرا ويفرض اسمه من جديد في قائمة المنتخبات القوية في هذه الفئة. هذا التأهل يعد خطوة مهمة في مسار هذه المجموعة الواعدة، ويؤكد نجاح سياسة التكوين داخل الكرة المغربية التي تواصل منح ثمارها في المحافل الدولية. أجواء الفرح سادت بعد المباراة بين الجماهير المغربية الحاضرة في الدوحة، والتي لم تتوقف عن دعم اللاعبين وتشجيعهم حتى آخر لحظة. وبهذا الإنجاز يواصل المنتخب الوطني رحلته بثبات في هذه البطولة العالمية، طامحا لتحقيق المزيد من النتائج التاريخية وكتابة صفحات جديدة في سجل كرة القدم المغربية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.